السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد كمال في عن تجربة شخصية. النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم في أخطر حلقات على قناتي على الإطلاق. هي مش تبقى حلقة واحدة، يبقى يعني ممكن حلقتين ثلاثة حسب الوقت عشان ما اطولش على الناس، لان جالي رسائل كتير ان انا يعني بنتكلم بنعيد نزيد في الكلام. احنا مش بنعيد ونزيد، احنا مجرد ان احنا يعني بنحفظ الناس الموضوع عشان يبقى راسخ في وجدانهم. خلي بالكم من الكلمة دي، بنحفظ الناس الموضوع عشان يبقى راسخ في وجدانهم. النهاردة هنتكلم عن أخطر حاجة ممكن تتخيلوها وممكن ما تتخيلوهاش. هنتكلم عن كيف يتحكم النرجسيين والنرجسيات في عقل الضحية عن بعد. عن بعد ايه ده؟ يعني يا ترى بايه بقى؟ بالسحر؟ بالتخاطر؟ بايه؟ احنا ملناش ان احنا نتكلم في سحر وشعوذة ودجل وكل الكلام اللي انتوا عارفينه دوت او اللي بتسمعوه في اماكن تانية. احنا بنتكلم علم وبحث فقط لا غير. بنتكلم عن معلومات مؤكدة، بنتكلم عن حقيقة محدش يعرفها كتير. انا عامل تنويه ان انت الحلقة دي تتفرج عليها بتركيز شديد، والحلقات اللي جاية الخاصة بالموضوع، موضوع كيف يتحكم النرجسيين والنرجسيات في عقل الضحية عن بعد. ازاي بيتحكموا في عقلكم ومخكم وهم بعيد عنكم، سواء بالطلاق، سواء بالانفصال بعد مغادرة العلاقة السامة دي، او حتى لو توفى النرجسي ولو توفت النرجسية، ازاي هم بيتحكموا في مخكم عن بعد. والله يا جماعة الكلام ده بحث علمي خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. مش كلام، مش هنتكلم كلام اللي هو يعني اي كلام، لا هنتكلم بالبحث والعلماء توصلوا لايه وازاي، وكل الكلام اللي احنا هنقوله بعد شوية. كل حاجة بيتحكم فيكم النرجسيين والنرجسيات بالريموت كنترول. خلي بالكم، انا احب انوه لكم حاجة. انا لابس القميص ده وهيستمر معانا في الحلقتين الثلاثة الجايين اللي خاصين بنفس الموضوع، كيفية تحكم النرجسيين والنرجسيات فينا. والنضارة دي أول مرة ألبسها برضو عشان الإضاءة، أنتوا عارفين بتبقى جامدة في وشي، عشان خاطر أقدر أظهر لكم بمظهر كويس. وده ارتباط النضارة والقميص ده هتعرفوه ليه، وهتعرفوا أنا اتكلمت فيه ليه. مش اتكلمت فيه عشان لكم أنا لابس حاجة جديدة يعني، لا، أنا اتكلمت فيه عشان هتعرفوا ده من ضمن الكلام اللي هنتكلمه عن كيفية تحكم النرجسيين والنرجسيات في الموضوع. لازم عشان تتفرج على الحلقات دي انا مش هعمل لكم اي فواصل، يعني مش هدخل فاصل واقطع واسأل السؤال ونعود مرة تانية والكلام ده خالص. الحلقة دي لازم تتفرج عليها كلها مرة واحدة. لو سمحت، من فضل حضرتك ومن فضل حضرتك، لو انتوا مشغولين، لو بتعملوا حاجة، لو بتفكروا في حاجة، او لو ممكن حد هيقاطعكم وانتوا بتتفرجوا، بلاش تتفرجوا على الحلقة دي متقطع. الحلقة دي تتاخد شوط واحد مرة واحدة. طيب، هنشوف ازاي بيتحكموا فينا بالريموت كنترول عن بعد. لازم تفهموا في الاول ان النرجسيين والنرجسيات دول مش مخلوقات فائقة، يعني مش ناس متميزين، لا خالص. ومش سبب في ده ان هم ناس اذكياء جدا وهاكر بقى وبتاع والكلام الفاضي ده، لا خالص. الموضوع ده يا جماعة مجرد اوبشن نزل لهم، اوبشن نزل لهم وفي الكتالوج بتاعهم. يعني كتالوج مرض اضطراب الشخصية النرجسية بيبقى بيعمل كده لوحده بدون ارادته. طيب، زي ايه؟ زي ان في عربيات ان هي بتتدور بالمفتاح، وعربيات بتتدور بالزرار، يعني بزر. في عربيات بتتدور بالمفتاح، في عربيات تانية بتتدور بزر. تمام؟ زي كده مثلا الفيل والخرتيت ووحيد القرن، الحيوانات اللي هي الضخمة قوي دي، لو جبنا للفيل رغم ضخامته ورغم انه اكبر الحيوانات، وجبنا له مثلا كباب وكفتة، كباب وكفتة، تفتكروا الفيل هياكل الكباب والكفتة؟ لا. ليه مش هياكلهم مع انه اضخم الحيوانات واكبر الحيوانات؟ ليه؟
لان هو كتالوجه نازل انه ياكل اعشاب وياكل خضره وياكل لحاء الاشجار وياكل الحاجات دي. يبقى ده كتالوج نازل لمرض اضطراب الشخصيه النرجسيه، مش ده بسبب ان هم ناس اذكياء جدا وناس واو وناس مالهمش حل وكل الكلام ده. تمام؟ طيب هم تركيبتهم كده، طبيعه اضطراب الشخصيه النرجسيه كده. الابحاث والتجارب والعلماء الكبار هم اللي هيعرفوكم ازاي بيحصل كده. هنعرف ده دلوقتي حالا. طيب نسترجع مع بعض كده في بداية العلاقة ما بيننا وما بين الشخصيات السامة، سواء النرجسيين او سواء النرجسيات. ابتدت بايه؟ ايوه كلكم حافظين مظبوط، ابتدت بقصف الحب او اللاب بومبينج او اللاب بومينج. خلاص؟ طيب بعد كده من قصف الحب ده حصل فيه ايه؟ حصل فيه حاجتين. عملوا لكم دراسة مستوفية عنكم، صح؟ درسوكم كويس جدا وعرفوا انتوا بتحبوا ايه، بتكرهوا ايه، احلامكم ايه، طموحاتكم ايه، مخاوفكم من ايه. يبقى هما ركزوا على حاجتين، النرجسي اللي كان معاكي والنرجسية اللي كانت معاك ركزوا على حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجة كل الحاجات اللي انتوا بتحلموا بيها، كل الحاجات اللي انتوا بتحلموا بيها، كل ده اتكشف قدامهم بالكامل. فعملوا لكم امتاع، عملوا لكم فتى الاحلام، عملوا لكم فتاة الاحلام. كل الحاجات اللي انتوا بتحلموا بيها في الشريك بتاعكم عملوها لكم في الاول، فابتديتوا من ان انتوا تحبوا جدا القصة دي. طيب ايه الحاجات التانية اللي عملوها؟ عرفوا انتوا بتحبوا ايه من اهاليكم، من كذا من كذا، الحاجات اللي انتوا بتخافوا عليها، الحاجات اللي انتوا بتخافوا منها. يبقى هم شافوا انتوا بتحلموا بايه وانتوا بتخافوا من ايه. خلاص؟ كل ده عرفوه ومسكوا الدراسة المستوفية دي عنكم اللي بيعملوها اوتوماتيكي زي ما قلنا، زي الفيل كده ما بياكل الاعشاب وبيسيب الكباب والكفتة لوحدهم. يعني هم تركيبتهم وكتالوجهم كده، ناخد بالنا كويس. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الجزء الاولاني اللي هم عملوه معاكم. عملوا لكم ايه؟ موضوع ان انتوا بتحلموا بايه، وابتدوا ان هم يدوكم ادمان لهرمونات الدوبامين والاوكسيتوسين. ولما تبعدوا عن هرمون الدوبامين ده او تبعدوا عن النرجسي او النرجسية تبتدي تشعروا بايه؟ بهرمونات التوتر تطلع عليكم اللي هم الكورتيزول والادرينالين، وابتديتوا ان انتوا تتعبوا جدا من غيرهم. تمام؟ طيب ابتدوا يعملوا لكم ايه؟ يدوكوا بقى ايه؟ يدوكوا متناقضات، يدوكوا على رأي احمد عدوية كده حبة فوق وحبة تحت. دخلتوا في السخن والساقع، كل حاجة وعكسها، في الحب والقسوة. دخلتوا في الحنية والغضب، سخن وساقع، سخن وساقع، احترام وقلة قيمة، تقدير وإهمال. فبيحصل ايه في المخ؟ المخ هنا يا جماعة بيحصل له حالة من التشوك، صدمة. خلاص؟ الصدمة دي بتلعب يعني بتعمل لعب في الكيمياء بتاعت اللي موجودة في مراكز المخ. كيمياء بتلعب بتاعت مخك، بتلعب فيها، بتاخد ده. ورغم ان كم الاساءات اللي عملوها، لو تتذكروا كده، لو حد تاني عمل ربعها معاكوا، ربعها والله العظيم 3 هتسيبوه فورا. المشكلة ان كيمياء المخ عندكم بقت بعافية. ليه؟ السخن والساعة ده يا جماعة بقى يحصل فيه تكرار 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 تكرار. لما تم التدمير التدريجي للذاكرة، الذاكرة بتاعكم ابتدت ان هي واحدة واحدة تتآكل وتتدمر، تتآكل وتتدمر، لحد ما بقيتوا تنسوا كم الإهانات
والسفالة والقذارة والتلاعب وعدم الضمير والقسوة مع الوقت من كتر ما الموضوع بيتكرر. تحسوا ان انتوا ايه يعني مع تآكل الذاكرة بتاعتكم دي اللي بيحصل تدريجيا واحدة 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 جواكم، مع الإدمان اللي بيحصل لكم اللي بيسببه النرجسيين والنرجسيات، بيعمل عملية تشوه داخلي، خلاص، بيعمل عملية نشوة الله وتحسن في المود والمزاج للضحايا. ما هو بيديك على حسب السخن اللي بيديهولك او الساقع، على حسب ما يديك دافي حلو وفاتر، وحسب ما يديك تلجايه في ظهرك، كل على حسب. خلاص. وكل ده عشان العقل اصبح يعني عقل الضحيه سواء راجل او ست يصبح لا يستغني عن النرجسي ولا يستغني عن النرجسيه بفعل الادمان. والموضوع ده بقى يحدث كتير 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 كتير. الموضوع ده يا جماعه عمليه في غايه الخطوره. هو بيستعمل معاك كل الحاجات دي علشان خاطر يفقدك الذاكره، يخلي الذاكره بتاعت المخ فاضيه اذانا بدخوله في عقلك، واذانا بدخول افكاره السوداء وتلاعبه في مخك، ويقدر ان هو يتلاعب بيك سهل جدا. خلاص. عملية دينجرز، عملية ما يستوعبهاش الضحايا او غيرهم. خلاص. بيحدث عملية صعبة جدا، عملية دمج ما بين مخ الضحية الست اللي قاعدة في البيت، خلاص، وبين النرجسي، بين مخ النرجسي. يعني بيحدث دمج ما بين مخ ضحية النرجسي وما بين مخ النرجسي نفسه. خلاص. يبقى كل اللي طالع على الست والراجل بعد ما بيسيبوا النرجسي والنرجسية، انا عارفة دماغه، انا عارفة هو بيفكر ازاي، انا عارف دماغها، دي دماغها سودة، دي اكيد بتفكر انها تعمل كذا وكذا وكذا، هي تقصد كذا. خلاص. طيب تخيل توأم الروح، الراجل اللي انت بعتي اهلك علشانه وبعتي كل الناس، توأم الروح، الست اللي انت بقيت تلبي لها كل طلباتها وبقيت تقطع من لحمك كده وتشتغل وتتعب وتعاني علشان خاطر ان هي معتبرها توأم الروح بالنسبة لك، تتحول هذا التوأم للروح يتحول مع دماغك لتوأم المخ، توأم مخك، توأم لمخك. ومخك كمان يعني يبقى فاهم كل دماغه. طبعا هو بيبقى فاهم ان هو فاهم كل دماغه، لكن هو بيبقى فاهم تصرفاته من تكرار حدوث الامر قدامه كذا مرة. يا جماعة يا ريت تركزوا معايا كويس جدا. خلاص. مخك كان بالظبط اصبح جواه. يعني كأن مخ النرجسي ده دورية كبيرة، بغض النظر بقى عن اختلافكم، يعني اكن جوه كأنه هكر دماغك، عارف تفكيرك وعارف مخاوفك واحلامك، ناخد بالنا كويس قوي. خلاص. عبارة عن هاكر محترف يا جماعة، فبقى يعرف تصرفاتك وهتعمل ايه كده، ولما تبقى مبسوط ولما تبقى متضايق هتتصرف ازاي، وهكذا. خلاص. عمل نقل كامل لكل البيانات اللي جوه مخك وجوه تفكيرك، كل اللي بيدور في وجدانك، كل اللي بيدور في مشاعرك واحاسيسك، وابتدى يتحكم فيها عن بعد. يتحكم فيها ازاي؟ تخيل لما حد بيتحكم، لو حد مثلا هكر موبايلك، هكر اللابتوب بتاعك، خلاص، واصبح يعني بيشوف الحاجات اللي انت بتشوفها على موبايلك، يمسك الموبايل بتاعك كده، انت بتيجي تفتح الموبايل بتاعك بتشوف فيه حاجات، هو كمان يبتدي ان هو يشوف نفس الحاجات، يشوفك من جوه عامل ازاي.
يشوف تفكيرك عامل ازاي، يشوف انت بتفكر في بكره ازاي. خلاص. حد هاكر بيتحكم فيا من بعيد وشايف اللي انا شايفه، ويفكر كل اللي هيحصل من تصرفات، ويعلم جيدا خطواتك القادمة. النرجسيين والنرجسيات، النرجسي اللي كان معاكي النرجسية اللي كانت معاك، عارفين الخطوة اللي جاية بتاعتك هتعمل ايه، ايه اللي بيخوفك. عارفة ايه اللي بيخوفك. هنا هنستخدم تاني حاجة كنا بنتكلم فيها، اللي هي ايه اللي بيخوفك. ما احنا قلنا الاحلام بتاعتك الاول. خلاص. في قصف الحب هنستعمل كمان ايه اللي بيخوفك. بيعرف نقاط ضعفك، يعرف ايه الحاجات اللي بتهتك، الحاجات اللي بتوجعك. خلاص. وهنا بعد دمج عقلك وبرمجته، يبتدي بقى ان هو يعمل ايه، يلعب في المؤشر. يمسك المؤشر كده بتاع مخك. اوكي. امسكه كده زي الراديو القديم ده كده. خلاص. الانتيك ده، ما انت كمان انتيك، انت كمان قديم زيه. ويبتدي ان هو يفتح. عايز تسمع حاجة لطيفة، يسمعك الحاجة اللطيفة اللي انت عايزها. اوكي. طيب لو عايز ينقل لك حاجة سلبية، كفاية ان هو يقوم مشوش لك. واضح كده الكلام؟ واضح كده الكلام؟ عايز يدي حاجة لطيفة تاني، يبتدي ان هو يظبط ويديلك. هنعرف هو بيظبط ويديلك كده ازاي. خلي بالكم، كل اللي عليه انه يعمل ايه، انه يلعب في المؤشر يمين وشمال. جايب لكم راديو انتيك عتيق زيكم، عنده 30 40 50، بس الراديو ده يعني اعلى من كده. خلاص. طيب يبقى هو يبتدي ان هو ينقل لك ويشوشك، ويبتدي ان هو يفكر فيك ازاي انه ينقل لك كل حاجة عليك، يفتح عليك البث المباشر. امتى تاخدوا سعادة، امتى تاخدوا توتر وتاخدوا حزن، ويبتدي يضغى عليكم هرمون الكورتيزول والادرينالين. ويبتدي ان هو يعذب فيكم من بعيد لبعيد. ايه يا عم يعذب فينا من بعيد لبعيد ايه؟ هو بيظبط الايه، بيظبط موجات. طيب امتى يخلوكم، انا بكلمك هو الاول بيدربك ازاي. بكلمك هو الاول بيدربك ازاي، هنقل لك الطريقه. يعني هحاول اعرفك بعد كده طريقه نقله ده ليك ازاي عبر المسافات. خلاص. طيب يبقى هو الاول بيبتدي يعرف احلامك، طموحاتك، الحاجات اللي بتحبها، سعادتك، ويعرف كمان الحاجات اللي بتخوفك، الحاجات اللي بتضايقك. ويبتدي يلعب في المؤشر، يديك زي ما هو عايز زي ما سمعنا كده، يديك مزيكا حلوه، او يديك تشويش وتآكل في الذاكرة، ويديك تشكيك وجاز لايتنج وشعللة، ويديك اسقاط. كل ده عشان يسقط الذاكرة من دماغك. طيب يبقى يعرفوا امتى يخلوكم تعساء، او امتى يخليكم في حالة خوف او في حالة توتر. لعب كامل في كيمياء المخ وفي هرموناتكم، يدوكم دوبامين واكسيتوسين وقت ما هو عايز، يسعدوكم او يدوكم كورتيزول وادرينالين، لحد لما يبتدي يسقط هرمون اسمه السيروتونين. هرمون السيروتونين، وده المختص بالذاكرة. خلاص. هرمون السيروتونين يا جماعة ده المختص بالذاكرة. يبتدي ان هو يقطع عنك الهرمون ده ويخلي ذاكرتك تضعف، وهرموناتك مفيش عندك هرمونات سيروتونين. خلاص. وده يمكن اللي بيسبب في بعض الأحيان بيسببوا برضو ان هم يعملوا ضعف في الغدة الدرقية، وامراض الغدة بتيجي من القصة دي بسبب النرجسيين واللعب في كيمياء المخ. طب هم بيدوا لنا ازاي؟ انت قلت لنا يا استاذ احمد ان هم بيدربونا على الكلام ده. طب هم بقى بيدوه لنا ازاي؟ بيحط لنا البرامج دي مثلا؟ لا خالص، لا خالص خالص خالص. مفيش احسن من التجربة. يعني ايه التجربة؟ انا عايز دلوقتي ان انا اذي احمد بن كمال، شايفني اهو، انا عايز اذي احمد بن كمال، هعمل ايه؟ عايز ان انا العبه، امسكه كده
اوكي، هبتدي ان انا العب فيه. هلعب في احمد بن كمال ده ازاي؟ درسته وعرفت نقاط الضعف ونقاط القوة، عرفت اديله امتى ادرينالين وكورتيزول واوتره واخليه خايف واخليه متضايق واخليه مخنوق واخليه متوتر، او ان انا اديله دوبامين واوكسيتوساين. طيب، وبعدين ابتدي بقى ان انا يحصل قدام احمد بن كمال ده تجارب كتيرة جدا. قدام الاستاذ احمد ده تجارب 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 تجارب، مواقف، احداث، ويتكرر ويتكرر يتكرر يتكرر رد فعلي انا في المواقف دي قدام مين؟ قدام احمد بن كمال. اكرر كل الكلام ده، فالمخ بتاعنا يبتدي يحفظ ان لما اتقال جملة كذا او يتقال قدامه جملة كذا، نفس الجملة اللي كان بيقولها النرجسي لأحمد بن كمال، نفس الجملة. يبتدي المخ يشتغل. خلي بالكم يا جماعة، لازم ناخد بالنا من حاجة. المخ عضو من أعضاء الجسم، زي الجهاز تبع الجهاز العصبي، وفي الجهاز الهضمي، وفي الجهاز التناسلي، وفي الجهاز يعني في أجهزة في الجسم، أجهزة. لكن التجارب اللي بتحصل قدامه ده بتبقى تجارب بتحفظ المخ حاجات معينة. نشيل بقى أحمد بن كمال من هنا تاني عشان نكمل الموضوع بتاعنا. بتحفظ المخ حاجات معينة لحد ما يعرفوا ازاي يتحكموا في المخ ده ويسيطروا عن بعد. بالدراسة المستوفية للضحية وتهكير المخ والقضاء على الذاكرة، واستبدال ده بإدخال فيروسهم، أفكارهم السوداء، تلاعبهم جوه دماغكم الملعوب فيها. وهنا هيجيلنا سؤال مهم جدا: كيف يتم الدمج والتلاحم ما بين النرجسيين والنرجسيات، مخهم يعني، والضحايا؟ خلينا نضرب مثال علشان نعرف، وبعد كده هنبتدي ان احنا نطبق الكلام ده على نفسنا. يعني نضرب مثال خارجي وبعد كده نبتدي نطبق الكلام ده على نفسنا. مدرس داخل لطلاب، خلاص المدرس ده شره وعايز يدي دروس بالعافية للطلاب والطالبات اللي موجودين عنده. هيعمل لهم ايه؟ هيخش على الطلاب ازاي؟ تعالوا كده نتخيل مع بعض ونفكر هيخش ازاي. هيخش مكشر، متعصب: يا ولد اعمل كذا، يا فلانة طلع الكراسات، انا مش قلت كلكم طلع. صوته هيبقى عالي، هيتعصب، خلاص. وهيعمل ايه كمان؟ هيبتدي ان هو يعني يقلل من الطلاب اللي هو مركز عليهم، او من حتى طالب جنبه. واخدين بالكم؟ خلي بالكم عشان ده، خلي بالكم من الكلام كويس. وينتقد فيه ويقول له انت مهمل وانت كذا وانت كذا، ويضحك العيال عليه. خلي بالكم، الطلاب اللي عليهم العين او اللي جنبيهم. خلاص، تعالوا بقى نشوف رد فعل الطلبة والطالبات اللي موجودين في الفصل ده هيبقى عامل ازاي. بمنتهى البساطة يا جماعة، بمنتهى البساطة، الطالب ده زي حالاتكم، زي حالتك يا أستاذة وزي حالتك يا أستاذ، معزولين عن أهلهم أو بعيد يعني ممكن يبقوا موجودين مع أسرهم في البيت، لكن معزولين عن أهلهم، بعيد عن أهلهم، أو أهلهم بعيد عنهم، مش محتضنينهم، زي ما أنتم معزولين بالظبط. تمام؟ زي ما أنتم معزولين بالظبط. طيب، وإيه كمان؟ يعني يعني الطلاب دول يعتبر ما لهمش ظهر وسند يقعدوا يتكلموا معاه ويفضفضوا ويقولوا لهم المدرس بيعمل معايا كذا كذا وبينقص مني قدام صحابي وبيعمل لي مشاكل. فالولد هيعمل ايه؟ هيضطر اما ان هو ياخد درس عند المدرس ده لسببين، عشان حاجتين. اول حاجة، جايز ان يكون العيب منه فعلا ان هو فعلا قليل ولازم يتقوى في المادة ديت علشان خاطر يقدر ان هو يقدر ان هو يتقوى في المادة دي وما يتعرضش تاني
ان هو يبقى في حاجة ناقصاه في المادة او كده، وما يديش فرصة لحد ان هو ينتقده، وده السبب التاني. خلاص كده. وكمان علشان يتحاشى ضحك العيال عليه من الناتجة من تريقة الايه المدرس ده. خلاص. يبقى الحل يا اما ياخد درس ونجح كده الراجل المدرس النرجسي اللي داخل ده يدي دروس بالعافية ان هو يديله الدرس فعلا. وده طبعا رد فعل الطالب والحل من مخه كده، يبقى اخد درس اوتوماتيك. يبقى نتيجة للضغوطات اللي هو اتعرض لها ده، الولد لقى قدامه ان هو يروح للحل اللي هو المدرس مسبقا محددهوله. كده الكلام واضح؟ كلنا عرفنا كده ازاي الولد هياخد الدرس. طيب يعني المدرسين النرجسيين اللي بيتابعونا هيبتدوا يشدوا بقى على الطلاب في المدرسة ويتريقوا عليهم عشان ياخدوا دروس. طيب نكمل. طيب ندي مثال تاني. حفلة حزيني زي اللي كده ايه بنسمع عنها اليومين دول في الرياض، ها، في المملكة العربية السعودية. الايام اللي فاتت دي كان في ليلة حزن واحزان وليلة سودة. واخدين بالكم؟ ليلة سودة فين؟ في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام. اهو بلد كلها اسلامي، وفيها موجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، وحفلة حزيني. خلاص. تفتكروا لو انتوا رحتوها، سواء انتوا بقى من اهل البلد، من اهل البلد، واخدين بالكم، بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، او كنتوا من دول تانية، دول جوار، خلاص، واتموسفير عمال يحصل لكم، وبروموهات في التلفزيون، وليلة حزن، واخدين بالكم، واحزان فلانة واحزان فلان، وليلة سودة. والله 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 لو حضرتوا حفلة زي دي لا هتتنكدوا وتعيطوا وتندمجوا، ها، مع ليلة الحزن والليلة السوداء. ليه؟ الاتموسفير والحالة بتاعت الاكتئاب اللي محولاها والحزن، وتقعد تفتكر والشجن، ها. وبرضو يعني خلي بالكم الحاجات المرسلة اليكم عبر المخ دي بتؤثر عليكم وعلى حالتكم، نتيجة لان النرجسي او النرجسية بيحاولوا ان هم يرسلوا الكلام ده للمخ بتاعكم. خلاص. فانتوا بتكتسبوا الكلام ده منه لان هو مندمج مع مخكم ومهكره، نتيجة كلامه المتكرر وافعاله المتكررة والاحداث اللي بتحصل قدامكم منه متكررة على المخ. فبتخشوا في حالة النكد والليلة السوداء. وكذلك برضو لو في حفلة سرة وحفلة فيها دقيقة ضحك، وحتى لو جايبين مونولوجيست دمه مش خفيف، هتكهكهوا زي الناس اللي بتكهكه، لان انتوا الاتموسفير والدنيا والميديا والحاجات اللي معموله لكم مديالكم دوت، والمخ خلاص ابتدى ان هو ايه، يخش يندمج زي ما بيندمج كده عقلية النرجسي في مخكم، ويلعب في الكيمياء ويلعب في الهرمونات عشان يخليكم ان انتوا تندمجوا، ويبقى عارف يتحكم في تفكيركم، وعارف يتحكم في اتجاهاتكم، في احزانكم وافراحكم، في اكتئابكم، في سعادتكم، في انسجامكم، في كل حاجة. خلاص. تعالى بقى نطبق الكلام ده على الضحايا. خلاص. النرجسي والنرجسية بيعملوا معاك عملية تعدد وتكرار وتكرار، ونقل احزان ونقل دراما واكتئاب وتوتر للضحايا. بيعمل الكلام ده معاك ولا ما بيعملوش؟ بيعمله. جميل. كمان بيقوموا بتكرار الكلام ده، بتكرار الكلام ده. خلاص. بيكرر معاكم الكلام دوت المسرات والسعادة، زي ما بينقل الحزن والاكتئاب للضحايا، عشان يحفظ المخ بتاعك ويحفظ المخ بتاعك امتى يفرح وامتى يحزن. تكرار. في مثل يقولك ايه، افتكروه كويس، ان التكرار بيعلم حتى الحمار، فما بالك بإنسان بشري منزه مخه ذكي جدا لماح بيلمح الكلام ده. وهنتكلم بالكلام ده في استفاضة شوية عشان برضو اقدر اوصل لكم المعلومة.
ما بالك بإنسان ناضج واعي، يبقى الوضع عامل إزاي؟ إنسان متميز زيك ربنا نزهه وربنا ميز عقله. عقل ضحية إيه كمان؟ ضحية مميزة، ضحية مصدر لطاقات وإلهام ووقود وبلا أزرق. خلي بالكم يعني جمل معينة بيقولها لكم بصفة مستمرية وفي مواقف مختلفة وأحداث مختلفة، عشان يتحكم في ده في المواقف معاكم ومع غيركم. قدامكم بيقولها في التليفون، قدام الناس، في كل حتة، عشان الضحايا تعرف من الكلمات دي عن طريق المخ اللي اتعود على الجمل دي او شبيهتها او شبيهتها زي مثلا في ساعة عملية الشفط، اين انا قلت ان هو ممكن يكتب لك جملة اين الذين قالوا لنا انهم لن يتركونا ابدا. ممكن يقول لك مثلا ايه، راحوا الحبايب. ما هي نفس ما حدش بيسأل عليا وبتاع، ما تظنش في حد ان هو هيسأل، يعني جمل مشابهة شبيهتها. خلاص. فالمخ بيتعرف على على الكلام دوت، مخ الضحية الخاص بالضحية، وهو ازاي النرجسي قالها او النرجسية قالوها، يعني تون صوتهم كان عامل ازاي، كان امتى، وكانوا قاصدين بيها ايه. واخدين بالكم؟ هيعملوا ايه بقى؟ هيعملوا او هيتصرفوا ازاي في الجمل دي، او هم اتصرفوا ازاي وقتها. فالمخ حافظ وتكرر قدامه الكلام ده قبل كده واصبح متبرمج خلاص. يعني ايه المقصود من الكلمة دي وليه اتقالت في الوقت ده؟ اصبح مندمج مع النرجسي، اصبح مخ الضحية مندمج مع النرجسي وملتحم به التحام كامل، ملتحم به التحام كامل. خلاص، متهكر. المخ الضحية اصبح مهكر زي اجهزة الكمبيوتر، وعارف النرجسي والنرجسية عارفين ايه اللي بيحصل في مخك من جوه لما بتسمع الكلمة دي، سواء منهم او من حد تاني. اسمحوا لي، انا عارف ان انتوا عايزين تعرفوا دلوقتي ازاي منهم او من حد تاني. هنعرف الكلام ده كله وهنتابع ازاي النرجسيين والنرجسيات بيتحكموا فينا عن بعد. ولكن انتظرونا في الحلقة القادمة ان شاء الله. يطبع. ارجوكم تابعوا الحلقة اللي جاية، لانها استكمال رهيب وسريع لكل حاجة بتحصل في القصة دي، عشان نوصل في النهاية ازاي بيقدروا ان هم يوصلوا للتحكم في مخكم وفي عقلكم عن بعد. شكرا لمشاهدتكم وسماعكم الحلقة، وانتظروني في الحلقة القادمة المهمة جدا جدا جدا. يتبع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.